المشاهدين والمتابعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مدينة بني بكر العتيقة، المعقل الرئيسي لنادي الشروق الرياضي، حيث يستضيف نادي الشروق الرياضي السبت 25 نوفمبر العام الجاري ببطولة الجودو الأولى في منطقة يافا لمحافظة عدن ولحج، حيث ستشارك أندية من محافظة عدن ولحج ونبعوس والحدو. ونحن اليوم هنا في انتظار ضيوف، نتمنى لهم السلامة والوصول بحفظ الله ورعايته. وهذه المدينة ليس لأول مرة تحتضن مثل هذه الفعاليات، بل هي مدينة عريقة، وكذلك النادي، وكذلك نادي الشروق الذي تأسس في العام 77 من القرن الماضي. نتمنى إقامة البطولة بكل يسر وطمأنينة بإذن الله. وهنا الشباب من كل الفئات المجتمعية ينظموا البطولة، ومن الأندية التي سوف تشارك نادي الروضة عدن الذي شارك في عدة بطولات، ومنها 2021 بطل الجمهورية وأندية عدن، وكذلك نادي الشرارة بطل أندية محافظة لاحج وبطل الجمهورية ل 2018، ونادي ثمر لبعوس، وكذلك نادي الانطلاق الوهب، ونادي الشروق الرياضي. بالإشارة إلى أن نادي الشروق لم تكن هذا هي الفعالية الأولى أو البطولة الأولى التي يشارك فيها، بل هناك مشاركة عربية شارك فيها نادي الشروق في جمهورية مصر في نفس العام الجاري في شهر أغسطس، وحصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة العربية في جمهورية مصر. ولا زال العطاء والنشاط مستمر في نادي الشروق، ونتمنى له التقدم والازدهار، كما ان في هذه المرحلة يمتلك شباب كلهم طموح وعنفوان إلى المستقبل. نتمنى لهم التوفيق لهم. شكرا لكل الجهات واللجان المنظمة، كما نرحب بكل الضيوف من الاتحاد ومن الأندية ومن المحافظات عدن ولحج إلى هذه البلدة الطيبة وأهلها الطيبين كذلك. فإلى الملتقى